قفصة، عين على الحدث. تعتبر ذكرى 20 من مارس يوما تاريخيا عظيما تخلصت فيه تونس من الاستعمار واستعادت سيادتها، فكان ذلك اليوم تتويجا رائعا لكفاح شعبنا الأبي من أجل الحرية والعزة والكرامة. هي مناسبة يؤكد من خلالها شعبنا وفاءه الدائم لدماء الشهداء وتضحيات المقاومين والمناضلين. أن الشعب التونسي مدين للشهداء والأبطال والمناضلين الذين صنعوا هذا الاستقلال ورفعوا دعائم الدولة الحديثة بتضحيات جسام، كما أنه مدين لشهداء وأبطال الثورة والحرية. نستحضرهم اليوم كي تلهمنا تضحياتهم لبناء المستقبل والمحافظة على مكاسب الاستقلال. وتحتفظ الذاكرة الوطنية برموز ناضلت من أجل الانعتاق من الاستعمار مثل عبد العزيز الثعالبي والحبيب بورقيبة وفرحات حشاد وآخرين عملوا على التوعية بمخاطر الاستعمار وسبل مقاومته. ذكرى اليوم تأتي ونحن في مرحلة انتقالية على غاية من الأهمية ووسط تحديات جمة أبرزها صياغة دستور جديد للبلاد لفتح صفحة جديدة مشرقة لبناء جمهورية الغد على قيم الحرية والعدالة والمساواة وتحقيق الكرامة، بما يمكن من بلوغ أهداف الثورة وتحقيق الاستقرار والرخاء للشعب التونسي والعزة والمناعة لتونس. إن قصة تونس واستقلالها قصة طويلة الفصول تجمع بين البطولة والمأساة، بين الظلم والمقاومة، بين القهر والانعتاق، بين الاستعمار والتوقي إلى التحرر. إذاعة قفصة، عين على الحدث.